خليك مستقل، ما تطلبش المساعدة إلا عند الاحتياج الحقيقي. لو استلفت قرش وربنا وسع عليك رده في الميعاد، لو استلفت لبس رده في الميعاد. لو عندك ابتلاء والناس بدأت تبقى جنبك عشان تساعدك، ما تاخدش منهم أكتر من احتياجك. لا تستغل البلاء في إنك تاخد من الناس أكتر من احتياجك. الناس لبعضها ونساعد بعض، لكن دايما خليك مستقل. لا تطلب ولا تأخذ إلا عند شدة الاحتياج. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأذان أذن، فالناس كلها داخله المسجد، فالنبي نزل من على الناقة بتاعته ودخل بعدين رجع. فحضرتك رجع ليه يا رسول الله؟ قال أعقل الناقة، ما ربطتهاش. فقلنا نكفيك يا رسول الله، كنت قلت لحد يربطها لك. قال لا تستعن بأحد من الناس ولو في قضمة سواك. السواك عشان نعرف نعمل بيه بقنا، بنقطمه من قدام كده علشان نعرف نعمل بيه سنان. فالنبي بيقول ما تطلبش حاجة من حد انت تقدر تعملها. الناس لبعضها، احنا بنساعد بعض، بس احنا بنساعد بعض لما يكون الواحد مش قادر. لكن لو انا اترمزت عند الناس ان بشغل الناس عندي ودايما مصلحتي، مش حلوة. في قصة انت عارفها بس تأمل فيها. لما واحد جه طلب من النبي فلوس، فقال له انت عندك حاجة في بيتك؟ قال له عندي مفرش كده بنقعد عليه وكوباية. قال له هاتهم. فالنبي قام عامل مزاد، واحد قال يشتريهم بدرهم، واحد قال لا يشتريهم بدرهمين. قام واخد الدرهمين، وراجل واقف بيشوف النبي بيعمل ايه في الاصول الثابته اللي عنده، اللي هي مفرش وكوبايه. درهمين، قال له خد الدرهم ده اكل بيه اهلك، وهات قدوم الراس بتاعت الفاس، هات قدوم وتعالى لي. راح اشترى قدوم بالدرهم. النبي قام شادد عليه عصايه وقال له اتفضل، ما اشوفكش 15 يوم، لا اراك 15 يوما، احتطب. روح كسر الحطب اللي الناس بتعمل بيه نار، بيتدفوا بيه وبيشووا بيه وهكذا. راح الراجل بالقدوم يجمع الحطب من الغابة 15 يوم، وباعه، جه للنبي ب10 دراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنفسك لبس جديد وخش بأكل على عيالك. النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ وراله في خلال 15 يوم ازاي تطلع من غير ما تسأل. ما انت لسه عندك حاجة ممكن تبيعها وتستثمر وتتعب شوية بدل ما تعمل كده. ثم قال له صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، ما عندوش أي حاجة، أو لذي غرم مفضع عليه دين رهيب هيدخله السجن، أو لذي دم موجع. يعني دم، يعني زمان لما مثلا حد كان يقتل حد قتل خطأ، بدل ما يتم القصاص منه محتاج يدفع الدية. فقال له لذي دم موجع، وكأن الموضوع لازم يبقى كبير قوي عشان تحتاج لحد. كأنه بيقول استثمر كل ما أوتيت، خليك مستقل، لا تطلب إلا عند شدة الاحتياج.